النيل، ومن هنا بتبدأ حكايتنا. أطول أنوار الأرض واللي ذكر في القرآن، أصل الحياة وعلى ضفافه قامت أعظم الحضارات. النيل من منبعه لحد المصب كان رمز للحياة، والنيل اللي بدأت على ضفافه أعظم وأقدم حضارة عرفتها البشرية. فالمصري القديم كان بيقدس النيل، والمصري القديم كان بيعتمد على النيل في كل حاجة، في الشرب وفي الزراعة وفي النقل، وكان عامل تقويم يعتمد على النيل وعلى الفيضان والجفاف، ومن زراعة المحاصيل لنقل أحجار الأهرامات، والنهر اللي نقل موسى من أمه لفرعون. ومن هنا بتبدأ حكايتنا، حكاية النيل. تبدأ محاولات السيطرة على النيل، وتبدأ مصر تاخد أول خطواتها. بيبدأ مصر القديم بإنشاء مقياس النيل، وكان بيعتمد عليه لمعرفة حالة الفيضان والجفاف، وبناء عليها بيحسب الضرايب والمحاصيل. وتمر السنين وآلاف السنين ونوصل لعصر محمد علي، اللي في عهده يقرر بناء القناطر الخيرية، اللي بيها بيبدأ يسيطر على جزء من فيضان النيل لجمال عبد الناصر، اللي في عهده يقرر إنشاء السد العالي. السد العالي اللي حمى مصر من جفاف ممتد ومن فيضانات مدمرة. السد العالي اللي كان اسمه مشروع القرن، واللي فضل أكبر سد في العالم لسنوات كتير، واللي خلف وراه بحيرة تقدر تسد احتياجات مصر في أوقات الجفاف الممتد، وتحمي مصر من فيضانات كانت بتغرق قرى بأكملها، غير طبعا المحاصيل اللي كانت بتتدمر من الفيضانات أو من الجفاف، واللي قدرت بيه مصر إنها تولد كمية كهرباء نورت مصر لعقود. لكن السد العالي كان في دولة مصب. يعني إيه في دولة مصب؟ يعني ملهوش أي تأثير سلبي على أي دولة تانية، واللي ساعد مصر إن هي تحافظ على نسبة كبيرة جدا من حصتها المائية السنوية، واللي بسببه أطلق على مصر لقب هبة النيل. ومن بعد بناء السد العالي بدأت مطالبات من السودان وأثيوبيا ودول حوض النيل بإنشاء سدود واستخدام مواردات مائية، في الوقت إن مصر فيه ما منعتش، ما رفضتش، وما اعترضتش على أي سد لتوليد الكهرباء بطريقة لا تؤثر بأي ضرر على الأراضي المصرية أو على الأمن القومي المصري أو على المياه المصرية. وبناء عليه